الخامس من يناير سنة 1911 على ضفاف نهر النيل في القاهرة ولدت القلعة البيضاء، القلعة التي سوف تغير وجه الكرة المصرية والأفريقية للأبد. كان هناك نادي الجزيرة الذي يمنع المصريين من الدخول، والإنجليز سيطروا على الرياضة، لكن كان هناك محامي بلجيكي اسمه جورج مرزباخ رئيس المحاكم المختلطة. قرر يعمل حاجة مختلفة تماما. في ليلة عيد ميلاده 25 ديسمبر سنة 1910 شاف مكان كازينو النهر، وقرر يأسس نادي جديد، نادي يفتح أبوابه للمصريين والأجانب مع بعض، نادي رياضي واجتماعي وثقافي، مش بس كرة قدم. ده كان أول اسم في تاريخ نادي الزمالك، نادي قصر النيل. النهاردة بعد أكتر من 100 سنة الزمالك مش مجرد نادي، ده مدرسة، فارس أبيض، رمز، تاريخ وهوية. في الفيديو ده هنرجع سوا للجذور، من أول يوم لحد ما بقى نادي الزمالك حكاية، أسماء ومقرات وشخصيات وبداية البطولات. يلا بينا نرجع سنة 1911، حكاية مع أبيض وبس. بعد ما فكر جورج مرزباخ في الفكرة قرر ينفذها بسرعة. في 5 يناير سنة 1911 تم تأسيس النادي رسميا، وتسمى نادي قصر النيل. مرزباخ نفسه كان أول رئيس للنادي. النادي اتفتح رسميا في 6 فبراير سنة 1911، ومقره الأول كان على ضفاف نهر النيل في منطقة الجزيرة، في المكان اللي كان اسمه كازينو النهر. بعد سنتين بس، سنة 1913 اتنقل النادي لمقر جديد في تقاطع شارع 26 يوليو ورمسيس، المكان اللي دلوقتي فيه الشهر العقاري ودار القضاء العالي، واتغير اسمه لنادي المختلط لأنه كان يجمع بين مصريين وأجانب مع بعض في نادي واحد. ده كان البداية الحقيقية، نادي رياضي مفتوح وخطوة مهمة في تاريخ الزمالك. بعد ما النادي اتسمى نادي المختلط بدأ يجذب لاعبين مصريين كتير، أشهرهم كان حسين حجازي، لاعب موهوب جدا وكان بيعتبر أسطورة في وقته. في السنين دي النادي بدأ يحقق أول بطولة، فاز بكأس السلطان حسين سنة 1921، وبعد سنة فاز بأول كأس مصر سنة 22. مع الوقت المصريين بقوا أغلبية في النادي، وحسين حجازي ومجموعة من اللاعبين المصريين قرروا يطردوا الأجانب من الإدارة. في سنة 1930 تم تمصير النادي كاملا، وبقى دكتور محمد بدر أول رئيس مصري للنادي. ده كان تحول كبير، النادي بقى مصري 100%، وبدأ عصر جديد في تاريخ الزمالك. سنة 1942 حصل حدث كبير غير اسم النادي. الملك فاروق حضر نهائي كأس مصر بين الزمالك والأهلي. الزمالك فاز على الأهلي بنتيجة تاريخية، 6 أهداف مقابل لا شيء. بعد المباراة الملك فاروق أعجب جدا بالفريق وطلب تغيير اسم النادي إلى نادي فاروق. من يومها بقى اسم النادي يسمى نادي فاروق، وتعين إسماعيل بيك شيرين من أسرة محمد علي نائب رئيس النادي. الزمالك بقى النادي الملكي الرسمي في مصر، واللاعبين كانوا بيلبسوا التاج الملكي على قميصهم.
استمر الاسم ده لحد سنة 1952 لما حصلت ثورة 23 يوليو، وبعد الثورة اتغير الاسم مرة تانية لنادي الزمالك نسبة لحي الزمالك. بعد ثورة 23 يوليو اتغير اسم النادي رسميا إلى نادي الزمالك نسبة لحي الزمالك اللي موجود فيه النادي. انتقل النادي أكتر من مرة لحد ما استقر في مقره الحالي في 100 عقبة جنب جامعة الدول العربية. الزي الأبيض مع الخطين الحمر بقى رمز للنادي، والسهم الفرعوني اللي في الشعار بقى أشهر رمز في تاريخ الزمالك. من يومها لحد دلوقتي الزمالك بقى قلعة بيضاء، مش بس نادي كرة، كتاريخ وهوية وفخر لكل ما هو زملكاوي. بعد الثورة سنة 52 استقر النادي في اسمه الحالي الزمالك. انتقل النادي من مقر الحالي في 100 عقبة على شارع جامعة الدول العربية، وافتتح المقر رسميا سنة 1959. في السنين دي الزمالك بدأ يحقق نجاحات كبيرة محلية، فاز بكأس مصر 6 مرات متتالية تقريبا من 1952 لحد 1960. وفي موسم 1950-60 حقق الزمالك الدوري المصري لأول مرة في تاريخه في العصر الجمهوري، وبجانبه كمان كأس مصر. ده كان بداية عصر جديد، عصر النجاحات المستمرة اللي خلت الزمالك يبقى واحد من أقوى أندية مصر والقارة. في الستينات والسبعينات دخل الزمالك فترة قوية جدا، كان الفريق مليان نجوم كبار زي علي محسن وأحمد رفعت، طارق يحيى، إبراهيم يوسف، هشام يكن. الزمالك سيطر على البطولات المحلية، فاز بالدوري المصري، وبعدين فاز تاني بكاس مصر. فاز بكاس مصر أكتر من مرة. الستينيات والسبعينيات كانوا مليانين منافسة شرسة مع الأهلي، لكن الزمالك كان بيثبت وجوده دايما. الفترة دي تعتبر بداية عصر النجوم اللي مهد الطريق للنجاحات الكبيرة اللي جت بعد كده على المستوى الأفريقي. في الثمانينات بدأ الزمالك يكتب تاريخ جديد على المستوى الأفريقي. سنة 1984 حقق الزمالك أول لقب أفريقي في تاريخه، فاز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى، وبدأت البطولات الأفريقية تحب الزمالك. بعد سنتين فقط سنة 1986 رجع الزمالك وفاز بدوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة. الفريق في الثمانينات كان مليان من النجوم الأساطير، نجوم كانت ملألئة في سماء الزمالك. الثمانينات كانت بداية العصر الذهبي للزمالك في أفريقيا. النادي بدأ يفرض نفسه بقوة كبيرة على الساحة القارية. من التسعينات وبعد كده استمر الزمالك في تحقيق نجاحات كبيرة. فاز بدوري أبطال أفريقيا سنة 93 و96 و2002، وبكأس الكؤوس الأفريقية سنة 2000، 5 بطولات سوبر أفريقي و2 كونفدرالية 19 و24. محليا جمع 14 دوري و29 لكأس مصر وبطولات سوبر مصري. النادي استمر ينافس بقوة في كل عصر، من أيام أحمد حسام ميدو، حازم إمام، لجيل شيكابالا الأباتشي اللي بقى رمز للإصرار والحب للقلعة البيضاء. الزمالك لحد دلوقتي بيثبت إنه قلعة بيضاء، مش بس بتحقق بطولات، لكن بيمثل تاريخ وكفاح وفخر لكل زملكاوي. من نادي صغير على ضفاف النيل سنة 1911
لقلعة بيضاء جمعت أكتر من 80 بطولة. الزمالك مش مجرد نادي، ده مدرسة، فارس أبيض، رمز وتاريخ. 115 سنة كفاح، نجاح، ودربيات أسطورية، وأجيال متعاقبة بتحب القلعة البيضاء. حكاية أبيض وبس، مفيش نهاية، لأن التاريخ ده لسه بيتكتب.